التجاذبات السياسية بين الحكومة والمعارضة بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي حديث الساعة في أروقة السياسة بالصومال. فالحكومة الصومالية اعتبرت قرار المعارضة بعدم الاعتراف بشرعية الرئيس محمد عبد الله فرماجو منافيا للدستور، وشددت على أن السلطات الحالية ستؤدي مهامها إلى حين انتخاب سلطة جديدة. القضية التي أثارتها المعارضة لا أساس لها من الصحة ومتنافية مع قوانين البلاد، لأنه حدثت تعديلات في بعض مواد الدستور الصومالي أجراها البرلمان العاشر، وتنص على ضرورة استبدال المؤسسات الدستورية بأخرى منتخبة إذا انتهت ولايتها الدستورية. لذا لا فراغ دستوريا، والحكومة مستعدة لأي حوار ينهي الخلاف ولإجراء الانتخابات، لكن لا ينبغي إثارة القلاقل والخوف لدى المواطنين. مجلس اتحاد المرشحين للرئاسة يصعد هو الآخر من انتقاده للرئاسة الصومالية، ويتهمها بالسعي إلى تمديد فترة حكمها والاستناد إلى تفسيرات دستورية للتهرب من إيجاد خارطة طريق واضحة لدخول الانتخابات. المؤسسات الدستورية انتهت ولايتها، وفي مقدمتها البرلمان الصومالي. نعلم أن البرلمان الذي انتهت فترة ولايته ينتظر برلمانا آخر منتخبا، ولكن هذا لا يعني أن يصبحوا عامل تأخير للانتخابات. لهذا نحذر من التفكير في تمديد غير متوافق عليه. يجب أن نحترم سيادة القانون وإشراك الجميع في الاتفاق على الوضع الذي ستؤول إليه البلاد. ومع انسداد الأفق بين الفرقاء الصوماليين، تتوالى دعوات المجتمع الدولي للقيادة السياسية بضرورة التوصل إلى اتفاق لتجاوز المرحلة الراهنة. ويرى مراقبون أنه ربما يكون الضغط الدولي عاملا للإسراع في الحل، لا سيما وأنه هو الممول الرئيسي للعملية السياسية والأمنية في الصومال. لن نعترف بالرئيس الصومالي، يقول تحالف المرشحين. الرئيس والحكومة باقيان إلى حين انتخاب سلطة جديدة ترد الحكومة، وبين هذا وذاك يترقب الشارع انفراج الأزمة بين الطرفين وتجنب الصومال أي انتكاسة قد لا تحمد عقباها. جامع نور، الجزيرة، مقدشو.